السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع أطباق الزهرة. بعد مدة غياب رجعت بوصفة تقليدية معروفة عند الجزائريين خاصة في الغرب الجزائري، واللي هي البركوكس بالتعمير على الطريقة التقليدية. تابعوا الفيديو للأخير باش تشوفوا الطريقة بالتفصيل، وشاركوا الفيديو لحبابكم باش يشوفوا الوصفة ويجربوها. بلا ما نطول عليكم نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا في المكونات اللي نحتاجهم: مكونات البركوكس مثل مكونات الحريرة. عندي صدر دجاج، باقة خليط من القزبر والكرافس، قرفة عود، حبات النجمة. نحتاج أيضا 2 حبات بصل مقطعة شرائح، 2 حبات طماطم كبار مقطعة، ونحتاج في الخضر بطاطا، جزر، اللفت والقرع. في التوابل عندي فلفل اسود، سكنجبير، كرويه، راس الحانوت، فلفل احمر والقليل من الكمون، ملعقه صغيره ثوم بودره. بلا ما ننسى الملح والزيت. على النار نحط قدره فيها شويه زيت يسخن، ونحط اولا صدر الدجاج زائد باقه القزبر والكرافس، قرفه النجمه، ونحط معاهم البصل والطماطم، نخليهم يتقلوا مليح حتى تذوب البصله. بعد ما تذوب لي البصله نضيف الخضر ونتبل بملح والتوابل كما ذكرتهم من قبل: فلفل اسود، سكنجبير، كرويه، راس الحانوت، فلفل احمر، القليل من الكمون وثوم بودره. ونزيد معاهم ملعقه كبيره معمره مليح طماطم مصبره، ونمرق بماء سخون حتى نعمر القدره. هنا الكميه اللي درتها نطيب فيها كيلو بركوكس. نغطي على القدره نتاعي ونخلي الخضر طيب. هنا نجيب البركوكس نشله مليح بالماء، ما بارد ماشي شرط يكون الماء سخون، ونصفيه في كسكاس. ها هو البركوكس نتاعي بعد ما صفيته نخليه على جهه يكثر حتى ينشف من الماء اللي فيه. هنا عندي كميه من اللحم مرحي باش ندير بولات الكفته. اللحم مرحي نزيد معاه حبه بصل صغيره مرابيه، القليل من القزبر، القليل من المعدنوس، ملعقه صغيره ثوم يكون خضر مرابي ولا بودره الثوم. وفي التوابل: ملح، راس الحانوت، كرويه، فلفل اسود، فلفل احمر، سكنجبير. نخلط الكل مع بعض ونشكل كريات صغار ونخليهم على جهه نطيبهم في مرق البركوكس في الاخر. الكريات ما درتهمش حجم كبير، درتهم هذا الحجم ونزين بهم في الاخر. ننظف طاولة العمل ونجيب البركوكس اللي كنت غسلته من قبل، نحطه في قصعة ونفرغ عليه حوالي 2 ملاعق كبار الزيت. هنا الزيت باش ما يتعجن ليش كي نفوره. نحاول نحك مليح البركوكس مع هذاك الزيت، ونعاود نرجع البركوكس في الكسكاس ونحطه يفور. الان نحضر التعمير. هنا التعمير غادي نحضره بنوعين: نوع بالسميد ونوع باللاشابلوغ البقسومه. عندي صحنين فيهم 3 حبات بيض. نحط نفس المكونات في كل صحن، نحط معدنوس، قزبر، ثوم. عندي ايضا بصل مرابي كنت قليته شويه ما خليتش البصل نتاعي خضر، والتوابل: ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، سكنجبير، راس الحانوت، كمون وثوم بودره. هنا نزيد ملعقه مارغرين. نزيد ملعقة مارغرين. هنا المارغرين باش تخلي لي التعمير طري وما يجينيش ناشف. والملح ما كنتش درته من قبل، نديره الان. نخلط مليح البيض مع التوابل. هنا تقدروا تحطوا كلش في اناء كبير، تخلطوهم مليح ومن بعد تقسموا
ديروا الشابلير ولا السميد. هنا عندي كميه قليله من الدجاج مرحي، نضيفها للتعمير. اذا كانت موجوده تزيده بنه، واذا ما كانتش متوفره عادي ماشي ضروري دجاج مرحي. نخلط مليح ونبدا نضيف في الشابلير تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه. نزيد القليل من الشابلير ونخلط مليح حتى نتحصل على عجينه نقدر نشكلها على شكل حربوش. نحضر تعمير السميد. هنا السميد مراه محمص ما خليتهش خضر. نحط حوالي 3 ملاعق كبار من السميد، ما نكترش، ونخلط حتى نتحصل على عجينه طريه نقدر نشكلها ايضا حربوش. هنا الفرق بين تعمير السميد والشابلير، تعمير السميد يجي شويه ناشف عكس تعمير الشابلير يجي طري. نجيب غلاف شفاف ونشكل حربوش بالتعمير. هذا التعمير تاع لا شابلير. ونروليه، نحاول نخرج الهواء منه، نضغط عليه مليح، نحزم في الجوانب باش ما يخرج ليش الحشو، ونزيد له غلاف شفاف هكا باش ما يفتح ليش كي يكون يطيب. نفس الطريقة نزيد التعمير الثاني اللي بالسميد. نلويه، نخرج منه الهواء، ونحزم في الجوانب ايضا. نزيد له ورق ولا غلاف شفاف ونخليهم على جهة. بعد ما يفور لي البركوكس نفورهم، وكاين اللي يحطوهم يطيبوا في مرق البركوكس. الان نحضر الدرسة في مهرز. نحط كمية من القزبر كنت مقطعاته، كمية من الثوم، وحوالي 2 ملاعق راس الحانوت. نخلطهم مليح بيد المهرز حتى ينطحنوا لي، ونخلي الدرسة على جهة نستعملها في الاخير. هنا البركوكس بعد ما فار نحطه في قصعة ونحط التعمير يفور. نزيد ملعقة كبيرة مارغرين بركوكس. هنا المارغرين تخلي البركوكس ما ينتحليش في المرق وما يتعجنليش. نحل مليح البركوكس ونغطيه ونخليه حتى نطحن الخضر في المرق عاد باش نرد البركوكس. هو المرق نتاعي بعد ما صفيت الخضر وطحنتها. هنا راه عندي المرق صافي، وخرت الدجاج هكذا باش نفته. الان نضيف ديك الدرسه اللي كنت درتها تاع خليط من القزبر الثوم وراس الحانوت، نضيفها للمرق ونحطها تغلي هكا تزيد البنه تاع البركوكس. نجيب طاجين صغير نوخر فيه شويه من المرق باش نطيب فيه كريات الكفته اللي حضرتها في الاول. هنا التعمير فار وطاب مليح. باش تعرفوا باللي طاب ندخل فيه موس، اذا خرج ناشف يعني طاب. الان من القدره الكبيره نقص منها المرق في طاجين. هذا المرق نخليه على جهه، اذا جا البركوكس ناشف نضيف له من هذاك المرق، ونرد البركوكس نتاعي داخل القدره ونخليه حتى يطيب.
ايضا البركوكس نضيفوا له حبات من الحمص، كنت نفختهم من قبل وطيبت الحمص رميتهم مع البركوكس. وكاين اللي يبغوا يزيدوا الفول يطيبوه في الماء ويضيفوه في الاخير للبركوكس، انا درت غير الحمص ما كانش متوفر عندي الفول. بعد ما فتت الدجاج بولات الكفته راهي واجده. الان نحل حربوش التعمير ونقطعه دوائر دوائر. شوفوا ما نتحليش كي كان يطيب وجا الشكل تاعه شباب. نقطع دوائر. شوفوا الشكل كيفاش يجي والمذاق روعه، جربوه اكيد غادي يعجبكم. هذا التعمير نزينوه من الفوق البركوكس. التعمير نتاعي راه طري. بعد ما حضرت كلش الان نجيب البركوكس بعد ما طاب. طريقة التقديم في زلافة، نحط البركوكس هو الاول، نحط ايضا شرائح من التعمير بهذه الطريقة. هنا خلطت درت التعمير تاع الشابلور والسميد. في الوسط نحط دجاج مفتت، وايضا نحط حبات الكفتة كما راكم تشوفوا. وفي الاخير اكيد رشت راس الحانوت. وهكذا نكون كملت وصفتي لنهار اليوم، بركوكس بالتعمير على الطريقة التقليدية، يجي بزاف بنين. جربوه اكيد غادي يعجبكم. الى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. سلام.